علاش ديما الشيعة يحبوا يخالفوا السنة في نهار العيد؟ كان السنة صوموا بالخميس، الشيعة فطروا بالخميس، الشيعة نهار بعدهم، كان بالثلاثة نهار ثلاثة. صيغة السؤال كيفاش؟ لأن في حكما على النوايا، أنت قلت لا يحبون، مسألة تحتاج دليلا. خدش شوي مثل شبريرة في النخل طيروا العين. يخالفون فلعلها في جيد. الآن يعني هذه من بركات هذا البرنامج أنه ليس فقط التقينا بل أصبح أحدنا يدافع عن الآخر، ولله الحمد. بركات هذا الشهر. لا، القضية ليست هكذا، وإن كانت إعلامية تطرح بهذه الطريقة. أن الشيعة يخالفون السنة في العيد وفي الفطر، لا، هي مسألة فقهية مختلف فيها بين المسلمين، ترجع إلى نقطة تبحث في الفقه الشيعي تحت عنوان بحث اتحاد الأفق أو وحدة الأفق وتعدده، وفي الوسط السني بوحدة المطالع أو تعدد المطالع. نعم. ببساطة، إذا رؤي الهلال في بلد، الهلال رؤي في البلد مثلا ألف، هل تكتفي البلدان الأخرى برؤية الهلال في هذا البلد، أم يشترط أن لكل بلد رؤيته؟ هذا الاختلاف. ولدى السنة في هذا أقوال. نعم، هو اختلاف إسلامي وليس سني شيعي. يعني السنة لهم أقوال وأيضا الشيعة لهم أقوال. لذلك قد في الشهر بعض الشيعة يوافق بعض السنة في اختلاف، وبعض السنة يوافق بعض الشيعة. يعني مثلا كثير من السنوات عيد تونس يختلف عن عيد المغرب. نعم، كثير جدا. لماذا؟ لهذا الاختلاف الفقهي. مثلا المالكية، والشيخ ممكن يصحح، يقولون بوحدة المطالع إلى حد، يعني يقولون بوحدة المطالع، ولا يعتبر بعد الشقة إلا إذا كان ما بين البلدين ما كمثل ما بين خراسان والأندلس، فإن بعد على هذا لم تعتبر وحدة المطالع. وبتعبير المعاصرين قضية الاشتراك في الليل، اشتراك في الليل. في الليل. نعم. فإذا رؤي في بلد عند المالكية كل البلدان الأخرى تحكم بأن الشهر دخل. عند الأحناف لا، عند الحنابلة القضية فيها تفصيل على البلد القريب والبلد البعيد وتحديد البعد. الشافعية عندهم قول آخر، فهو خلاف اجتهادي إسلامي وليس خلاف سني شيعي. وهل تتطابق هنا أقوال الشيعة مع أقوال السنة في هذه المسألة؟ يعني نعم، أقوال الشيعة نفسها بين بلد هي أقوال فقهية أربعة أو خمسة. نعم، يتقاسمها الجميع. قد نجد في بعض السنوات السنة منقسمين والشيعة منقسمين. نعم. وقد في بعض السنوات نجد الجميع يتفق. ويعني دائما المسألة لذلك لابد أن نضعها علميا. في السابق كانوا يربطون بالقضية السياسية، وهذه السنة حصلت. اتفق المسلمون فقالوا بركات الصين لأجل الصين اتفقوا. لا، هي مسألة علمية فقهية لا علاقة لها لا بالسياسة ولا بالتحالفات السياسية ولا بالمذهبية، وإنما هي تعبد لله عز وجل، ولا يمكن في هذه المسألة أن نخطئ أحدا. نعم. لأن الكل واقعا مجتهد ولا يوجد فيها نص صريح بحيث يقطع النزاع، لا عند السنة ولا عند الشيعة. نعم. لأن المسألة لم تكن أصلا محل ابتلاء في زمان النص السني والنص الشيعي طبعا. وهذا يعني إذا أردنا تحرير القول في هذه المسألة فنقول أن الجميع يجتهد في رصد الهلال ورؤيته، والجميع يسعى إلى أن يعرف الفاتحة أو غرة شوال، فمن وفقه الله إلى ذلك وأخذ بقول من هذه الأقوال الأربعة أو الخمس كما ذكر الشيخ، فلا لا لا ينكر أحد على الآخر في هذا، خاصة المسألة اجتهادية، وإن كان الأولى والأفضل من جانب آخر ليس من جانب علمي إنما من جانب فقهي لمراعاة وحدة الأمة ولمراعاة يعني وحدة المسلمين، الأولى وإن خيرت لاخترت القول القائل بأنه يكفي رؤيته في بلد واحد ليصوم بذلك كل المسلمين، والله تعالى أعلم، خاصة في هذه الفترات. على مشكلة في هذا القول طبعا، لأن بعض الدول لا تشترك في الليل. نعم. فقد نكون نحن مثلا في تونس مع نص نهار، والبلد الآخر عندهم ليل الليلة الماضية،
فيرون الهلال في أطراف الأرض. نعم نعم. فلذلك القول مشكل، كل قول فيه جانب من الصحة لكل قاعدة وترد عليه إشكالات كثيرة. نعم نعم. ولكن الجيد في هذا أن كل مذاهب المسلمين وكل المسلمين يفرحون يوم العيد. الحمد لله والحمد لله. الحمد لله. فهو يوم فرح ويوم سرور ويوم بشر ويوم جزاء لعباد الله الذين شقوا على أنفسهم بالطاعات في هذا الشهر المبارك. أن يكون العيد يوما واحدا فهذا جيد، وإن اختلف فكذلك يقبل الأمر ويحمل على محمله العلمي، خاصة وأنه كما قدم الشيخ في بعض الأحيان يختلف الشيعة فيما بينهم في الصيام أو في الإفطار، ويحصل ذلك بين السنة فيما بينهم، وأثناء هذا الاختلاف قد يوافق سنة شيعة وقد يوافق شيعة سنة. فالمسألة يعني سعة فيها سعة واسعة، ولا يجب أن نضيق على الناس واسعا، ولا نقول يعني ببطلان شيء من هذا، نقول كل مجتهد، ونسأل الله أن يأجر الجميع يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بيخليني تو دخلنا في العيد نقولوا احنا هكا، علاش العيد ثلاثة أيام؟ لأنها فرحة، وفرحة بعطية إلهية، فلذلك جعلت 3 أيام. وطبعا هذه 3 أيام وردت لها أحكامها الخاصة. مثلا في عيد الفطر يحرم صوم أول يوم العيد، ويكره صوم اليوم الثاني واليوم الثالث منه. عندنا كراهة، ليس عند السنة، لا عند الشيعة كراهة وليست حرمة، كراهة، لأنها أيام أكل وشرب وفرح بهذه العطية الإلهية، وليست أيام جهد ومشقة من جديد الصوم، يعني نرجع إلى الصوم. وكذلك عيد الأضحى، والذي 3 أيام تكون مع أيام التشريق التي أمر الله عز وجل فيها بأن يذكر الله فيها ذكرا كثيرا. هنا نتفق ونختلف. فنتفق في مسألة الأيام الثلاثة للإضحى، هذه لا خلاف فيها، وهي أيام التشريق وتسمى عندنا بأيام النحر. فيمكن للمضحي أن ينحر في يومه الأول، فإن لم يستطع أو لم يقدر ينحر في يومه الثاني، فإن لم يستطع أو لم يقدر ينحر في يومه الثالث. وكلها مقبولة ومجزية إن شاء الله، أو صحيحة، لأنه الفقيه لا يتكلم في القبول والرد، إنما يتكلم في الصحة، نعم، في الإجزاء من عدمه. أما بالنسبة ليوم الفطر فهو عند أهل السنة يوم واحد. يعني الاحتفال، علاش نرتاحوا نهار بركة ونمشي نخدموا نهار ثاني وثالث عيد. نعم، الاحتفال أو أيام الفرح والسرور بالنسبة لأيام الفطر هي يوم واحد، وهو يوم الفطر. وحتى كانت لاحظ يعني لحظة هنا لابد أن نقاطع. نعم. اتهمتمونا قبل أيام بأن أيام الحزن عندنا كثيرة. نعم. هذا يوم فرح، الفرح عندنا فيه. سنختم شيخ، لا داعي 3 أيام ولله الحمد. أنتم تحبون التثليث، لا داعي للمناوشة. سنختم إن شاء الله، لا داعي للمناوشة. هي فقط مشاكسة. نعم لطيفة.